أكتر خطوة فرقت معايا ببشرتي إني أنا دخلت الغسول الزيتي على روتيني المسائي. فاليوم رح أحكي لكم عن أفضل أنواع غسول زيتي كوري أنا استخدمتهم لهلا. بس أول شي لازم تعرفوا إنه الغسول الزيتي مو بس للمكياج، هو كمان بدوب الدهون وبدوب واقي الشمس والأوساخ من المسام وبنظفها بدون ما ينشف لنا إياها. أنا جربت كذا نوع، واللي لاحظته إنه الأنواع اللي بتحتوي على السنتيلا أو المكونات المهدئة بتكون ألطف على البشرة وبتنظفها بدون ما تعمل أي تهيج. أهم شي إنكم تستخدموه بطريقة صح. أول شي بنستخدمه على بشرة ناشفة، بنطبقه على البشرة وبنبلش نفرك ببشرتنا بشكل دائري وبشكل لطيف من مدة دقيقة لدقيقتين. بنركز على منطقة الأنف ومنطقة الدقن. بعدين بنبل ايدينا بشوية مي وبنبلش نفرك وجهنا ليصير القوام الغسول الزيتي مثل الحليب. وبعدين على طول بنطبق الغسول الرغوي فوقه تبعنا وبنشطفه بشكل كتير منيح. كان أفضل أنواع الهارو وندر والسنتيلا من سكين 1004. هذا أنا تقريبا خلصته واستعملت منه كذا واحدة، بس قررت إني أجيب وأجرب نوع جديد. هذا بقالي شهرين عم بستخدمه، بس شوفوا ما أخذت كمية كتير كبيرة صراحة، وبأمانة لا يقل شيء عن هارو وندر. كتير ممتاز وما عمل لي أي تهيج ببشرتي وكان ينظف البشرة بشكل كتير منيح. آخر نوع من هيميش. صراحة بالنسبة لإلي هو أقل نوع أنا أفضله، بس مش معناته إنه سيء، لا بالعكس كتير ممتاز. بس مشكلتي الوحيدة مع قوامه، هو قوامه كريمي. ما بتحتاجوا انكم تاخدوا كمية كتير كبيرة، بتاخدوا كمية كتير قليلة وبتطبقوها على وجهكم فبتدوب على بشرتكم بصير مثل الزيت. فهي كانت أفضل أنواع أنا جربتها لهلأ، وأتمنى اللي جربها يكتب لنا تجربته معها بالتعليقات.